تتخطاش حدودك عشان ما ازعلكش. وبعدين يا باشا، هو ينفع شياطين تحب انس؟ الشياطين بتحب اللي زيها، فطبيعي انت مش هتحبني اصلا. كلمه بسيطه قوي صغيره مكونه من حرفين بتزعل كل الناس اللي حواليك منك. لا، لما يجوا يطلبوا منك حاجه وانت ما تعملهاش، لما يتعاملوا معاك بطريقه مش كويسه وانت ترفضها وتقول لهم لا ما ينفعش كده ستوب، بيزعلوا منك. لما تلاقي حد بيتكبر عليك وبيتنطط عليك فتوري له الوش التاني اللي يليق بيه، فيقول لك ازاي تعمل معايا كده، انت شخص مش كويس، وبينسى ردة فعل. تخيل يا جدع لما يجي شخص تافه ينتقدك في الكومنتات ويسيب كل حاجة حلوة ويقول لك اصل انت بتقول كذا او انت لابس كذا او انت بتعمل كذا، الشخصية التافهة دي تتصرف معاها ازاي؟ بكل بساطة هرد، هعرفك مقامك. ليه؟ لان كل كلامك ده ما يمسنيش بأي حاجة ولا يفرق معايا بأي حاجة تحت، لا مؤاخذة يعني الشوز بتاعي. فكلامك ده بيعبر عنك انت، اللي انت بتوصفه والشتايم وقلة الأدب والتطاول اللي انت بتعمله في الكومنت ده بيعبر عنك انت، بيوصفك انت، بيوصف بيئتك وبيوصف تربيتك وبيوصف حياتك. فأنا كشخص بيحافظ على سلامه النفسي بيحب يوقف الناس المريضة دي عند حدها عشان ما يتخطوش الحدود معاه. فرجاء صغير، اللي عايز يتفرج على عبير درويش ويستفيد منها وبيحبها فعلا، يا هلا يا هلا، شايلك على دماغي وعلى راسي من فوق 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 يا سيد الناس ويا ست الناس. انما تقل ادبك وتتخطى حدودك معايا، اعرفك انا مين، وبالادب برضو على فكرة. فمش مسموح لحد يا جماعة ابقى انا طالعه بتكلم في فيديو وبنصحك او بكلمك عن واقع تجربتي وتيجي تقول لي اصل انتي لبسك كذا ولا يجوز كذا، واصل انتي ممثله، واصل انتي ايه مش عارفه كان بيقول ايه الخنزير ده، والله دخل شتم شتايم كتير جدا قليل الادب، وبيقول انتي متصنعه. انتي متصنعه. متصنعه في ايه يا عبيط؟ مش عارفه والله. انا شخص بيحب يطلع بطبيعته، انت بقى افهمها زي ما تفهمها انت، عشان ضميرك مش سالك من جوه وفاكر كل الناس شبهك. وبعدين يا باشا، هو ينفع شياطين تحب انس؟ الشياطين بتحب اللي زيها، فطبيعي انت مش هتحبني اصلا. مش هقول لك ملاك ارضي، لا لا لا، انسانه عاديه. بس انت شيطان. ليه شيطان؟ عشان واحده داخله تنصح الناس وتكلم الناس بكل ادب واحترام، او داخله بتتكلم عادي و200 300 كومنت بيشكروا فيها والحمد لله، وبرد على الناس رد جميل جدا، واللي عنده عقل يميز. عشان في ناس بتحب تتصيد الاخطاء. شفتي ردت عليه ازاي؟ طبعا حضرتك ما ردت عليه. هو انا مش بشر؟ هو انا مش بني ادمه؟ في ايه؟ حقي ان انا ارد، حقي احافظ على سلامي النفسي عشان ما اتضايقش. بسيطه خالص. حقي اعرفك ان انت كده ولا تسوى حاجه. فما نتخطاش الحدود يا جماعه بعد اذنكم. انا عارفه ايه الحرام وايه الحلال، تمام؟ عشان نكون واضحين. عارفه ايه اللي يجوز وايه اللي لا يجوز. هل انا طلعت في يوم من الايام قلت حاجه انا ما بعملش بيها؟ لا، مع ان انا اعرف معلومات كتير جدا بس ما بعملش بيها، فمش هطلع اقولها. انا ما بطلعش اتكلم الا في الحاجه اللي عن تجربتي الشخصيه اللي انا مريت بيها واللي انا مشيت بيها في حياتي. انما بقى انصح ناس واقول يجوز ولا يجوز وقال الله وقال الرسول، لا، مش بتاعتي دي بقى. انا بشر، انا بشر انا بشر انا بشر انا بشر زيكم، ماشي؟ عشان ما يجيش حد كل شويه يقول لي ما ينفعش تعملي كذا، ما ينفعش تلبسي كذا، ما ينفعش تحطي كذا. على فكره اغلب الفيديوهات انا بصورها والله العظيم انا بقعد ادور على كذا فيديو، يعني كذا فلتر ما يبينيش ان كل الفلاتر محطوط فيها اللي هو الرجوجو والحاجات الخفيفه دي، تمام؟ لكن انا مش بحط. وساعات بحط زبده الكاكاو عادي يعني برضه. مش انت اللي هتحاسبني ولا هيحاسب؟ مالكش دعوه انت، خليك انت في ذنوب خلواتك، ماشي؟ اتلهي في حاجتك وانا اتلهي في حاجتي. مين اللي هيحاسب؟ ربنا. يبقى مالكش، مش بتاعتك انت بقى يا باشا، خلاص؟ انا عارفه ان في ناس كتير مش هيعجبهم كلامي، فانا مش عايزاكم تتابعوني على فكره. هكون مرتاحه جدا وهكون ممتنه جدا ليك والله. ليه بقى؟ انا عايزه كل الناس الجميله بس اللي حاسه بعبير من جواها، هم دول اللي يتابعوني. الناس اللي بتحب عبير وبيحبوا نصايح عبير وبيحبوا وحاسين ان الكلام خارج من قلبها كده، ولا بتتصنع ولا بتتجمل ولا بتاع. حد طالع بطبيعته والله، ويشهد عليا ربنا، هو اللي هيحاسبني مش انت، ماشي؟ فيا جماعه
ما تلومنيش على رد فعلي معاك، شوف انت فعلك كان ايه عشان تلاقي رد فعلي ايه. متخطاش حدودك عشان ما ازعلكش.